ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده انا هعمل احلى واطعم والذ فراخ البتر فلاي بالبطاطس، والطعم خطيره. احلى بتر فلاي هتعمليها بطريقه سهله جدا. الفراخ اللي معايا انا غسلتها. الفراخ اللي معايا حجم وسط، هقسمها من النص بالشكل ده. هضغط عليها بالشكل ده. هعمل التانية. هضغط عليها، اسمع الطقطقة بتاعتها. هحضر التتبيلة: معلقتين ملح، معلقة فلفل اسود، معلقة بابريكا، معلقة بصل بودر، معلقتين عصير ليمون. هضيف اورجانو، هضيف توم فريش، هضيف معلقتين زبادي كبيرة، هضيف معلقتين هريسة شطة مش حباها او ما عندكيش استغنى عنها، هضيف معلقتين صلصة، هضيف زيت زيتون. هخلط كل التوابل مع بعض. التتبيلة دي لفرختين، عندك فرخة اقسمي المقادير على 2. هتبل الفراخ واسيبها على الاقل ساعتين. عندك وقت سيبيها ليلة كاملة، بيبقى طعمها جميل جدا لما بتبات في التتبيلة. هدخلها التلاجة. هحضر البطاطس. البطاطس اللي معايا انا قشرتها وقطعتها سمك وسط بالشكل ده. معايا بصل وطماطم وفلفل رومي وفلفل سبايس. هضيف الملح: معلقة ملح، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة بابريكا، 3 فصوص توم فريش. هضيف 3 حبايات طماطم مبشورة. هضيف معلقتين زيت زيتون. هخلط التوابل مع البطاطس والبصل والفلفل. هحط الفراخ من فوق على البطاطس. هنزل بالفرخة التانية، هغطيهم بورق زبدة وفويل وهدخلهم الفرن على اعلى درجة حرارة لمدة ساعة. بعد ساعة هشيل الغطا علشان تاخد وش. هغطيها وهدخلها الفرن. بعد ساعة هطلعها من الفرن واشيل الغطا من عليها علشان تاخد لون الشوي. بالصوص هدهن الفرخة بالفرشة. هرجعها الفرن تاني
لمدة ربع ساعة أو على حسب الفرن بتاعك. كده هي استوت، أنا طلعتها. شايفة لونها جميل جدا غير طعمها. البطاطس طعمها جميل جدا، شايفة الجمال ولا أروع. الفراخ مستوية وجميلة جدا، شايفة اللون ولا أروع. أنا عاملة معاها رز بشعرية، شايفة لون البطاطس جميل جدا غير الصوص خطير. شايفة لون الفراخ جميل جدا، الفراخ مستوية ولونها الأبيض الجميل. شايفة الفراخ مستوية وجميلة جدا. وان عجبك الفيديو لايك وشير، اكتبي لي كومنت. لما عملش فولو اعملوا فولو علشان يوصلك شعار باي فيديو جديد ينزل. تابعينا على قناة اليوتيوب مطبخ مرمر، اعملي لي سبسكرايب وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد.